السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكملوا في السلسلة ديالنا، واليوم غادي ندويو على أهم وثيقة واللي هي مشروع قانون المالية لسنة 2026. علاش هاد الوثيقة مهمة ليك كمترشح؟ حيت هي اللي كتقول لينا الحكومة فين غادي تصرف الفلوس، وفين كاينين المناصب المالية الجديدة، وحتى الاستراتيجيات الكبيرة اللي خاصنا نكونوا فاهمينها مزيان باش ننجحوا سواء في الامتحان الكتابي أو لا في الشفوي. في هذا الفيديو الأول غادي نشوفوا المحاور الكبرى ديال هذا القانون، واللي كتعتبر الركائز الأساسية ديال برنامج الحكومة. فقط تبع معايا نقطة بنقطة. الركيزة الأولى واللي هي أهم هي مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية. كيفاش الدولة غادي تواصل توطيد هذه الأسس؟ عبر مجموعة من البرامج، وكل برنامج عنده ميزانية ديالو اللي خصصناها ليه. بالنسبة للحماية الاجتماعية فالدولة خصصت ليها 41.5 مليار ديال الدرهم، بزيادة ديال 4 المليار ديال الدرهم على سنة 2025. وتاني حاجة أهم حاجة هنا هي الزيادة في قيمة التعويضات العائلية. يعني دوك التعويضات اللي كانوا كيتعطاو للأطفال، فالقيمة ديالهم تزادت في إطار برنامج الدعم الاجتماعي. بالنسبة للحوار الاجتماعي فاختصاص الدولة 48 مليار ديال الدرهم حتى ل 2026 باش يطبقوا كلشي داكشي اللي اتفقوا عليه مع النقابات. وهادشي الهدف منه أنهم يرفعوا من القدرة الشرائية ديال الأجراء. أما بالنسبة للسكن فخصصوا ليه 9.4 مليار ديال الدرهم باش كلشي يقدر يوصل لسكن لائق، وداكشي كيدوز عبر مواصلة برنامج الدعم المباشر باش الناس يشريو السكن الرئيسي ديالهم. آخر حاجة عندنا وهي دعم الأسعار. فالدولة خصصات 14 مليار ديال الدرهم باش ما يتزادوش الأثمان ديال بعض المواد الأساسية بحال غاز البوتان، السكر، القمح اللين. هاد الدعم هذا هو اللي كيتسمى بصندوق المقاصة. و يعني كسؤال مهم، واش كاين شي إصلاح ديال صندوق المقاصة؟ إيه كاين، وهذا من المواضيع اللي حتى هما كيتحطوا في الامتحانات. دابا غادي نشوفوا المحور الثاني واللي كيهضر ليا على توطيد المكتسبات الاقتصادية باش المغرب تزاد المكانة ديالو ويولي حتى هو ضمن الدول الصاعدة. بالنسبة لهذا المحور هذا فيه جوج ديال الأجزاء مهمة. أول حاجة وهو الاستثمار والبنيات التحتية. تاني حاجة وهو دينامية الاستثمارات الخاصة. يعني دابا أول حاجة كيخصنا باش يعني الاقتصاد ديال المغرب يولي مزيان، فكيخصنا نستثمروا ويكون عندنا بنية تحتية مزيانين. ولكن كيخصنا تاني حاجة أننا نضمنوا يعني الاستمرارية ديال هاد الاستثمارات. دابا بالنسبة للاستثمار والبنية التحتية، الدولة أشنو دارت؟ الحكومة غادي تقوي الاستثمار العمومي باش يوصل ل 380 مليار ديال الدرهم. هاد المبلغ الضخم هو اللي غادي يحرك لينا الاقتصاد. وغادي تستمر في الأشغال ديال المشاريع الضخمة بحال السكك الحديدية، طرق السيارة، المطارات والموانئ. وأهم حاجة هي أنها غادي دير ليا تمديد لخط فائق السرعة LGV حتى لمراكش. تاني حاجة عندنا هما الأمن الطاقي. الدولة غادي تقوي ليا الأمن الطاقي بتنويع المصادر، يعني ماشي غير البترول ولكن حتى الطاقات المتجددة، وخصوصا الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي. كيف ما أنها غادي تواصل العمل على الجيل الأخضر يعني الفلاحة والمغرب الرقمي وخارطة الطريق للقطاع السياحي وغيرها. هادشي قلنا بالنسبة للاستثمار والبنيات التحتية. أما بالنسبة يعني كيفاش غادي تضمن ليا أولا غادي توفر ليا يعني استمرار الاستثمارات الخاصة، فهي غادي تواصل تطبيق الميثاق الجديد للاستثمار، وغادي تحسن من مناخ الأعمال باش الشركات الخاصة تستثمر أكتر. وغادي تعزز ليا الدور ديال صندوق محمد السادس للاستثمار باش يدعم ليا المشاريع الكبرى والأنشطة الإنتاجية. كما أنها غادي تركز ليا على الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، وخصوصا يعني في هاد الشراكة هادي غادي يعني تركز على تحسين إعجال الأداء باش الشركات الصغيرة، يعني مثلا فاش كيكونوا قدموا واحد الخدمة لشي إدارة عمومية يتخلصوا دغيا على هاديك الخدمة. دابا غادي نشوفوا المحور الثالث
واللي كيخص ليا واحد الحاجة جديدة، وهي إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. باختصار أشنو كيعني؟ كتعني ليا أن الحكومة ولات كتهتم بالجهات والقرى بزاف. أول حاجة غادي دير ليا وهي غادي تأسس ليا صندوق للتنمية الترابية المندمجة، اللي غادي يولي يجمع ليا التمويلات ديال هاد البرامج، بحيث غادي تخصص 20 مليار ديال الدرهم لبرامج مستعجلة واللي عندها أثر اجتماعي وجهوي قوي. كما أنها غادي تسرع تأهيل 36 مركز قروي ناشئ في 2026 ب2.8 مليار ديال الدرهم. و يعني ما بين الأشياء اللي غادي ديرها فهي غادي توحّد ليا الجهود حول الأولويات. فاش كندويو على الأولويات فحنا غادي ندويو على الصحة والتعليم وعلى الماء وعلى التشغيل. بالنسبة للصحة والتعليم فالدولة غادي تخصص 140 مليار ديال الدرهم يعني لهاد القطاعين الصحة والتربية الوطنية، بزيادة ديال 21.3 مليار ديال الدرهم على سنة 2025. كما أنها غادي دير يعني غادي تحدد ليا أكثر من 27,000 منصب مالي جديد. بالنسبة للماء فغادي تخصص 16.4 مليار ديال الدرهم لتدبير المستدام للموارد المائية، بما في ذلك غادي تسرع ليا المشاريع الكبرى بحال السدود ومحطات التحلية. أما بالنسبة للتشغيل فهي غادي دير ليا إنعاش التشغيل عبر دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة TPME، كما أنها غادي تحسّن ليا آليات الوساطة في التشغيل. ودابا مع آخر محور اللي كيخص مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وغادي تحافظ ليا على التوازنات المالية ديال الدولة. فغادي يكون عندنا أول حاجة يعني أول هدف عند الدولة في هاد الإصلاحات وتحافظ ليه على التوازنات المالية، وهو أن عجز الميزانية ما يفوتش 3% من PIB الناتج الداخلي الإجمالي ديال سنة 2026. يعني الحكومة ما باغاش تكون كتسلف بزاف. تاني حاجة بالنسبة للمديونية فالهدف هو أن مديونية الخزينة ما تفوتش ليا 65.9% من لو PIB. و آخر حاجة بالنسبة للإصلاحات الهيكلية فهي غادي تواصل الإصلاحات في القطاعات اللي هي حيوية بحال إصلاح العدالة، إصلاح الإدارة بحال داك الشي اللي كان دار ديال تبسيط الإجراءات والرقمنة، يعني هاد الشي غادي تزيد تأفونسي فيه، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. إذن هادو هما الأربع محاور الكبرى ديال قانون المالية 2026. في الفيديو الجاي إن شاء الله غادي نتعمقوا في الأرقام، وبالضبط غادي نكتشفوا شنو هما الفرضيات الماكرو اقتصادية اللي بنات عليها الحكومة هاد القانون، وغادي نشوفوا شحال ديال الفلوس غادي تدخل للدولة وشحال غادي يخرج، حيت هاد الشي هو الأساس ديال التحليل ديالكم فاش غتكونوا يعني كتقادوا واحد لا ديسيرتاسيون. بالنسبة للي عنده شي سؤال في شي محور من هاد 4 ديال المحاور يخليه ليا في كومونتير، واللي بغاني نزيد شي تفصيل على الأرقام مثلًا ديال الحماية الاجتماعية، المناصب المالية، أولا عنده شي ملاحظة يخليها ليا في الكومونتير. ما تنساوش ديروا ليا abonné وديروا ليا لايك إلا عجبكم لا فيديو، وفي الفيديو الجاي إن شاء الله.